السلام عليكم، أهلا بكم في بلدنا بالمصري. الحقيقة النهاردة تصدرت كل نشرات الأخبار في مصر وفي غيرها من دول العالم العربي الخبر المهم، الخبر اللطيف فيما يخص أن مصر قررت فتح معبر رفح النهاردة. والواحد يشوف فكرة الله، طب ما مصر طلعت قرار أهو بفتح معبر رفح. لا إسرائيل مثلا أرسلت صواريخها وزوارقها الحربية والبحرية لمصر، ولا قامت حرب ولا ولعت نيران ولا في أزمات دولية، ولا بتوع القانون الدولي خدوا الشنط بتاعت القانون الدولي وجوهم وقالوا لنا وفتحوا الشنط وطلعوا إن القانون الدولي إن المش عارف إيه، رغم إن القانون الدولي بيقول إحنا لازم نفتح معبر رفح، وإنه ما فيش قانون في الدنيا لا دولي ولا محلي ولا إنساني ولا حتى بتاع الغابات حيواني يعني يقول ان احنا نحاصر شعب ونموت 1.5 مليون حصارا. معبر رفح اتفتح، قرار حكيم عظيم جميل كريم مهم وكل حاجة على عيننا وراسنا، لكن طب ما يتفتح على طول. ما ايه الشيء الذي يمنع ان نفتح معبر رفح السنة كلها؟ انتوا عارفين ربيع طول السنة، فيبقى جونا ربيع طول السنة، فيها ايه لما نفتح معبر رفح ربيع طول السنة؟ ليه معبر رفح اتفتح النهاردة؟ ليه هذا القرار الحكيم الكريم العظيم المهم ما بيصدرش ببساطة ولا بشكل يومي ولا بشكل تلقائي ونهائي ويعني وأبدي، ويصدر إذ فجأة قبل ما حد من أي حد في الدنيا يشاور ويقول يا جماعة افتحوا معبر رفح بقى؟ مش معقول كده. طبعا فتح معبر رفح كي لا يطالب أحد بأن يفتح معبر رفح، فلك قبل ما يطالبوا وقبل ما الأضواء تركز تكثف تلقى بقوة على مصر وأنها مشاركة في حصار غزة، فيلا نفتح معبر رفح. كويس، هذا القرار الحكيم الكريم المهم العظيم لماذا لا يكون قرارا دائما ومستمرا؟ قرار الوقوف جنب والتضامن جنب الشعب الفلسطيني، مواجهة إسرائيل بجد. بقول لكم النهارده اتفتح المعبر اهو. ايه يعني؟ أليس ذلك دليلا على أن إغلاق المعبر طول الوقت طول السنين اللي فاتت دي بعناد شديد وبإصرار أشد وبتصميم أعلى وأعتى إنه يعني أمر يستدعي الشك والريبة العجيبة؟ يعني إحنا نفتح معبر رفح يقول لك للمساعدات، ويعني معقولة يا جماعة معبر رفح يعني الإنسان الفلسطيني لا يكون له أي حق في التنقل ولا في إنه يجيله عيش وأكل وقمح إلا فترات محدودة في السنة، وإنه يبقى أمر قاصر على المنح؟ يا جماعة احنا عايزين نفتح معبر رفح أمام الحقوق مش أمام المنح، أمام الحقوق مش أمام المساعدات، وإن الناس يبيعوا ويشتروا ويتاجروا ويخش لهم زرع وأكل وعربيات وأدوية وكل حاجة زي أي حدود في الدنيا. إنما إسرائيل بتقول لا ما حدش يخش غزة، يبقى احنا نساعدها، يبقى احنا ننتصر ليها، يبقى احنا نؤيدها، يبقى احنا نوافقها. طب خلاص حصل اللي حصل، عفى الله عما سلف أيها الخلف. لكن خلاص احنا إزاء واقع جديد. إسرائيل باللي عملته مع قافلة الحرية عمل إجرامي حقير، مجزرة من الأمور التي تستدعي أن يحس العالم على دمه، وربما يحس على دمه وربما لا يحس، لكن الحقيقة اللي مطلوب أن يحس على دمه هو احنا كعرب، واحنا كشعب مصري وكحكومة مصرية. طبعا انت هتسألني السؤال الوجيه الرائع اللي هم بقالهم 30 سنة يملوه في ودنك ويحفظوه ليك، وهو هنعمل ايه يعني اكتر من اللي احنا عملناه ومش عارف ايه، والفلسطينيين واحنا ما جالناش من غير الفلسطينيين من عندهم الا الوجع القلب، واحنا عايزين يعني نحارب عشان خاطرهم او اسرائيل تحاربنا عشان خاطرهم. اولا اللي يقول ان احنا نفتح معبر رفح فاسرائيل هتحاربنا يبقى بيتكلم على انه السلام او معاهده السلام اللي بيننا وبين اسرائيل دي تبلوها وتشربوا ميتها. يبقى ما نقدر ودني دي ما تسمعش مسؤول مصري يقول لك معاهده سلام وان بيننا وبين اسرائيل سلام. يا راجل بينك وبين اسرائيل سلام، تفتح بوابه هتحاربك؟ وللدرجه دي مش خايفه منك؟ مش مرعوبه؟ مش حذره؟ مش متوجسه؟ مش قلقانه؟ وللدرجه دي في اول خلاف بينكم هيتقوم ضربك بالصواريخ وانت مش عايز حرب؟ مين اللي يقول ان فتح معبر رفح معناه الحرب؟
ومين اللي بيقول اساسا ان مصر تحارب؟ ومين قال اساسا ان الشعب ده مستعد يحارب؟ يا جماعه القافله الحريه دي محدش عايز يسال نفسه السؤال العظيم المهم ده. كم واحد مصري على قافله الحريه كانوا؟ 4، منهم 2 نواب اعضاء مجلس الشعب عن الاخوان المسلمين. 4. حد سأل نفسه كم مصري في أطباء بلا حدود؟ منظمة أطباء بلا حدود دي اللي بتنزل إفريقيا وتنزل مناطق نكبات العالم وأزماتها، ويقعدوا في المخيمات ويعالجوا الناس، والناس اللي هم فيش علاقة بينهم غير إنهم ناس بني آدمين. حد سأل نفسه كم مصري نزل دارفور في الإغاثات الدولية والإغاثات العربية والإغاثات الإسلامية؟ كم مصري؟ حد سأل نفسه اتوجع واتألم مثلا مع تسونامي والإعصار تسونامي والمشاهد المدوية الرهيبة، التدمير الإنساني اللي بيحصل؟ ايه الجفاف اللي عندنا ده؟ في حالة من غياب التضامن مع الإنسانية عموما، ثم والأنيل والأنكد بقى مع فلسطين. وحكاية نظرية احنا مالنا، ونظرية الصوم عايزين مش عارف يخشوا غلوا الأسعار في سينا لما بيدخلوا، هذا الكلام اللي هو يخلي الواحد يسأل نفسه سؤال مهم جدا في السياق ده. هو احنا فعلا متدينين ومسلمين بجد زي ما احنا بندعي، ولا ده كله أونطة وشغل نفاق؟ لأن لو انت مسلم ومتدين، فأنا عايز أقول لك إن التدين يا أخويا مش الرنة اللي هي بتطلع بالأذان بدل صاحبك يكلمك في التليفون فتلاقي قرآن طالع. ده مش التدين. ولا برنامج الأذان تحمله على رقم تليفون مش عارف ايه، برنامج المؤذن. يعني مش ده الإسلام ولا التدين، ولا إنك تربي دقنك، ولا إنك تلبس الجلابية، ولا النقاب، ولا الحجاب. دي مظاهر تدين، دي أمور في التدين ليست الجوهر ولا الأصل. الدين حاجة تانية خالص. الدين الحقيقي هو إغاثة اللاجئ، إغاثة الملهوف، التضامن مع الضعيف، الانتصار للمظلوم، الوقوف جنب المظلوم، الجهاد مع المظلوم. ده التدين الحقيقي. انما التدين الاونطه اللي انت بتعمله ده هتحسبني علينا متدينين عشان شويتين اللي انت عاملهم دول شويتين سعادتك. الدين حاجه تانية خالص. ولما تروح لربنا يوم القيامه بالكلام ده هرميه في وشك، لان الدين مش كده. الدين جوه مش بره، والدين مش تصدير ليا سعادتك ومظاهر تدين. الدين عمق جوهر. اللي مش هيقف جنب الشعب الفلسطيني، اللي مش هيقف جنب الإنسانية حتى، يكشي يكون ملحد مرمي في مطرة في هايتي. طب بالمناسبة رحنا هايتي لما حصل الزلزال المدمر، احنا بقينا حلقيين، بقينا أنانيين، بقينا سلبيين، بقينا ربما من كتر القهر والقمع اللي عايشينه مش شايفين غير نفسنا، غير جلدنا. ده انا بقيت اشك دلوقتي لو في حريقه اتولعت في الشارع ان الجيران ينزلوا يطفوا. يعني بقى ما فيش القيم دي، مش موجوده خالص في الوقت اللي المظاهر مبالغ فيها قوي في التدين. وبلاش لو انت حساس قوي في حكايه الدين وبيجي لك ارتكاريه اول ما بنتكلم في حكايه الدين والسياسه ده، ماشي هدي لك حكه للجلد يا فندم مرهم. وأقول لك لو أنت شخصية ليبرالية علمانية تفصل الدين عن الدولة، وكل ما بين كل كلمة وكلمة بتقول المواطنة 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 المواطنة، اللي هو ما حدش فاهم يعني إيه مواطنة، لكن يبدو إنها موضة طلعت إنه أي حد يعني مش عايز يتكلم في الثقافة الدينية فيجي يقول لك إيه المواطنة، خلاص المواطنة يا سيدي ماشي المواطنة. لو أنت بقى بتاع العلمانية والليبرالية والمواطنة، لازم تعرف إن إسرائيل دولة عنصرية، دولة مغتصبة للأرض ومحتلة للأرض. لازم تعرف ان إسرائيل سعادتك دولة دينية. انت زعلان قوي من الإخوان المسلمين يقول لك الإسلام هو الحل، وزعلان قوي من طالبان، وزعلان قوي من إيران، ومتضايق ومخنوق من باكستان، وقاعد طول الوقت غضبان ضدهم، وقاعد تقول الدولة الدينية وإنهم يريدون الدولة الدينية ونحن أنصار الدولة المدنية. صح ماشي حقيقي يعني، بس اشرح لي بقى ازاي بتقول الكلام ده مثلا وانت بتتاجر مع اسرائيل لو راجل اعمال، او انت سياسي بتطالب بالسلام مع اسرائيل، او ان انت عضو في حزب الحاكم وبتتكلم عن ضرورة اقامة علاقات طبيعية بيننا وبين اسرائيل. ازاي يجي لك قلب، ازاي يبقى عندك ضمير وانت بتقول انك انت ضد العنصرية وضد الدولة الدينية
وضد الدولة العسكرية، بينما انت مع اسرائيل. ازاي يا راجل؟ دي بيقول لك دولة يهود العالم، دي كده اهو، دي دولة